السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم باسيون كويزين أميمة. ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم نشوفوا مع بعض وصفه نتاع اللحم المشوي في الفور اللي بطريقه سهله بسيطه ويجيكم بنين بزاف، وهي احسن طريقه من الطرق اللي نشوو بها اللحم ولا نطيبوا بها اللحم. تنجموا ديروها للعائلات، تنجموا ديروها ثاني للمناسبات. قبل هذا اعتذر على الانقطاع الظروف. تبعوا معايا نبداو الوصفه على بركه الله. ديت هنايا اطراف نتاع اللحم نتاع الخروف. انا ننصحكم انك تدوا الخروف على خاطر يطيب في الساع احسن، اما البقري شويه يطيب يعني ما ننصحكمش به. هذه الوصفه خاصه باللحم الخروف برك. المهم انا دي هنايا ديت ملحت مليح اللحم نتاعي، الاطراف تاع اللحم نتاعي، ونزيد لهم تاني ندير لهم الفلفل الكحل، شويه فلفل كحل تاني كل ما يكون فيه شويه شحم مليح، على خاطر من غادي نديرو حتى حاجه، لا زيت لا حتى حاجه ما عدا الفلفل الكحل والملح كما قلت لكم، ونملحهم مليح. ولا بغيتو تخلوهم شويه انا خليتهم واحد 10 دقائق في هذاك الملح والفلفل، قد ما تاني وجدت صوالحي ودرت وجدت الفور يحمى. ديت هنايا ان بلا اللي يديروه للفور، ودرت له كيما راكم تشوفوا البابي الومنيوم، ونزيد ورق الطهي بابي كويسون، ونحط الاطراف نتاع اللحم نتاعي اللي كنت ملحتهم ودرت لهم الفلفل الكحل. هنايا الكميه تبقى على حسب كل واحد والاختيار تاعه، انا ديت الكميه اللي تساعدني وتساعد يعني على حسب العائله نتاعي. اما نتوما تنجموا تكبروا الكميه، تنجموا كيما تنجموا تدوا كاع لو جيغو نتاع الخروف. نلمد مليح بابي ونغلق كيما راكم تشوفوا، او ميم طون كيما قلت لكم راني كنت وجدت الفور يحمى على 200 درجه، ميم طون راني مشعلته من الفوق ومن التحت. في نص ساعه الاولى نحطها في الفور، وفي نص ساعه الاولى غادي نخليه نديره 200 درجه، ومن بعد نقص شويه 180 درجه تقريبا لمده واحد 45 دقيقه. هي تبقى على حسب اللحم، انا اللحم هذا في ساعه يطيب لي. هذا هو هنايا خرجته من بعد تقريبا ساعه وربع من الطياب. شوفوا كما راكم تشوفوا معايا، فوالا هذه هي الوصفه نتاعنا. شوفوا كيفاش طاب اللحم وتحمر، الله يبارك. نتوما الا كان تاني ما تنجموش تشعلوا من الفوق ولا ما عندكمش الفوق، تنجموا تحلوه في نص الوقت وتقلبوه. انا كما راكم تشوفوا هذا هو اللحم نتاعي، الله يبارك، وجد لي كما قلت لكم ساعه وربع دالي تقريبا. راكم تشوفوا محمر يعني الله يبارك. وصفه تجي بنينه بزاف وتجي تشهي الله يبارك. تنجموا ديروها مع روز اللي يناسب بزاف هاد الوصفه هو اللحم المشوي. كما تاني تنجموا ديروا معاه دي فخيت وديروا معاه اون سالاد ومطلوع، تيبقى الاختيار لكم. هذه هي، شوفوا كيفاش راه طايب الله يبارك، راه يتفتت يعني ما شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما تبخلونيش وما تنسونيش بالدعم والاشتراك واللايك باش يوصلكم كل جديد في القناه. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله، في وصفه اخرى باذن الله. من هذاك الوقت ما نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم على بخوشن ان شاء الله.